بيبدأ الفيلم بظهور جون بيفتكر لما كان في حرب أفغانستان وإزاي فقد فيها زمايله وأقرب الناس ليه، وبيحاول واحد إنه يعدي من جنبه فبيروح جون ضربه كرد فعل تلقائي. في الوقت ده بيكون في اتنين بيضربوا واحد متسول وبيرموا عليه بنزين وعايزين يولعوا فيه، فبيشوفهم جون وبيروح يطلب منهم يبعدوا عنه، لكن طبعا المجرمين مش بيوافقوا وبيتخانقوا مع جون. هنا بيروح جون ضاربهم جامد. في اللحظة دي بتوصل الشرطة وبتقبض على جون، لكن لما بيعرفوا انه جندي وواخد وسام الشجاعة بيقرروا يسيبوه يمشي. وبيكون في مركب فضائي راكبها هال بتدخل مجال الأرض في الوقت اللي بيوصل جون ليه لبيته، وبتنفجر المركبة الفضائية. فبيروح جون يشوف ايه اللي بيحصل، وهناك بيطلع هال وبيقوله ان كائن فضائي وجايب له حاجة. بيستغرب جون ازاي كائن فضائي وعارف اسمه، لكن الفضائي بيموت على طول وبيتحلل وبيتحول لطاقة خضراء بتتلبس خاتم في ايد جون، وبيبقى كده واحد من فريق جرين لانتر. فبيحاول جون انه يقلع الخاتم، لكن بيتفاجئ انه فيه قدرات خارقة. هنا بيطلب من الخاتم انه يوصله بحد يتكلم معاه، فبيروح الخاتم واخده وطاير بيه بره الكوكب. في اللحظة دي بيكون فريق العدالة مجتمع علشان يعرفوا سبب عدم رد فريق الحماة عليهم، وبيوصل جون وبيقدر يدخل لأن معاه الخاتم. هنا بيهجم عليه فريق العدالة وبيمسكوه، فبيحاول جون انه يدافع عن نفسه. فجأة بيشوفوا علامة الجرين لانتر، فبيسألوه هو مين وازاي جات له العلامة دي، فبيقول لهم ان جاي علشان حد يخلع له الخاتم ده. واول ما بيشوفوا الخاتم بيعرفوا انه خاتم هال، فبيسألوه ازاي لابسه لانه مش ممكن يروح لحد تاني غير اذا صاحبه مات. فبيضطر جون انه يحكي لهم على اللي حصل بالظبط، فبيعملوا اجتماع علشان يقرروا هيتصرفوا معاه ازاي. وبيقول جرين ارو انه هيروح مع جون كوكب اوا علشان يسأل فريق الحماة، وفعلا بيروح المركبة الفضائية. فبيطلب جرين أوا من جون إنه يخلي الخاتم يقول لهم الطريق، وبيقول إن الحماة عملوا فريق جرين لانتري علشان يحموا العالم من الأشرار. لكن للأسف أول ما بيوصلوا كوكب أرو بيلاقوا الكوكب متدمر، فبيدخلوا يشوفوا المبنى، فبيلاقي جرين أرو شاحن الخاتم وبيديه لجون اللي بيقدر إنه يقلع الخاتم. في اللحظة دي بتهاجمه واحدة اسمها شايرة، فبيلبسوا تاني بسرعة وبيصد الهجوم، وبيوصل جرين أرو بيساعده وبيشغل جون الخاتم وبيقدر يحبس شايرة ورا الحاجز اللي عمله الخاتم، لكن في النهاية بيسيبها ومش بيقتلها. هنا شايرة بتعرف انه مع المجرمين اللي قتلوا فريق الحماة، وبتتعرف عليهم وبتقول لهم ان الكوكب بتاعها في خطر وان السفينة الفضائية بتاعتها اتدمرت، علشان كده جت تطلب مساعدة الحماة. فبتحكي لهم قصة كوكبها مع جارهم كوكب رانيان، وبتقول ان كان بينهم حروب كتيرة، لكن في يوم اتفقوا على السلام ما بينهم وبنوا جسر بقوة زيتا علشان يدعموا الاقتصاد بين الكوكبين. لكن للأسف حصل خلل في تشغيل قوة زيتا، وكان هال مسؤول عن أمان قوة زيتا إنه يصد قوتها عن الشعب، لكن للأسف انفجرت في الجو ومات الملايين. وبسبب كده حصل تلوث كبير في الكوكب، وهرب سارداس رئيس كوكب رانيان بعد خيانته للسلام. وبتوريهم السفينة الفضائية الرانيانية وهي بتنزل على كوكب فريق الحماة من تسجيلات المراقبة. هنا بيقول لها جون إن مفيش دليل معاها وإن سارداس هو اللي قتل الحماة، وبيعرض عليها تسافر معاهم كوكب رانيان ويستجوبوا بنفسهم. وفعلا بيسافروا في السفينة، وبيحاول يتعرف على قدرات الخاتم، وبيحتاج الخاتم انه يتشحن، لكن الغريب ان لما بيجيبوا في الشاحن مش بيحصل اي حاجة. هنا بيقول جرين أرو انه يقرا القسم بتاعهم الاول، واول ما بيقول القسم بيلاقي الشاحن اشتغل على طول. وفي الطريق لكوكب رانيان بيلاقوا الكوكب متدمر، وفجأة بيظهر نور وبينزل منه آدم من كوكب رانيان. واول ما شايرة بتشوفه بتمسكه وبينزلوا ضرب في بعض، وبيتدخل جون وجرين أرو وبيبعدهم عن بعض، وبيسألوا آدم مين اللي قتل فريق الحماة، لكن آدم بيتفاجئ وبيقول لهم إنه ما يعرفش أي حاجة. وبيقول لهم إن لما قوة زيتا انفجرت الشعاع نقلوا من كوكب لكوكب ومبقاش عارف يرجع. لكن شايرة مش بتكون مصدقاه، وبتقول إن هم كوكب رانيان اللي فجروا زيتا علشان يدمروهم. فبيقرر جون إنهم يروحوا على كوكب شايرة، لكن أول ما بيوصلوا بيلاقوا حرب ودمار وسفن فضائية من كوكب رانيان بتحاربهم، وكمان بيلاقوا سفينة حربية رانيانية قدامهم. فبيقول آدم إنه يقدر يتواصل معاهم ويسأل الطيار على اللي بيحصل، وفعلا بيتواصل مع الطيار وبيقول إنه آدم، لكن كل الرانيانيين عارفين إن آدم مات بسبب شعاع زيتا. هنا بيقول له آدم إنه يعمل مسح بالحمض النووي وهيتأكد من كلامه، وفعلا بيعملوا مسح وبيطلع القائد آدم. فبيسأل آدم عن القائد سارداس، لكن الطيار بيقول له إنه ما يعرفش مكانه بالتحديد، وهو بيبعت لهم الأوامر عن بعد، وبيفهمهم ان كوكب شايرة هو اللي بدأ الحرب عليهم وخان السلام اللي ما بينهم. لكن شايرة بتقول ان دي مش الحقيقة. في اللحظة دي بتتعطل السفينة الفضائية بتاعة الطيار، فبيساعدوه بيشحنوها من طاقتهم، وبينصحوا انه يرجع لكوكبه لان حالة السفينة خطيرة. لكن الطيار بيرجع للحرب وبيفجر السفينة وهو جواها،
فمرحبا بمركز قيادة الحرب من كوكب شايرة. وبيفكر آدم مع شايرة وبيوصلوا إن في حد هو اللي وقع ما بينهم، وإن من مصلحته إنه يلغي السلام اللي كان ما بينهم ولازم يعرفوا هو مين. وبيراجعوا الأحداث اللي حصلت، فبيكتشفوا إن السفينة الفضائية الرنيانية اللي هاجمت فريق الحماة هي نفسها اللي اتسببت في الحرب. فبيدور آدم على السفينة وبيقدر يوصل للمكان اللي مستخبي فيه، وطبعا كان لازم يروح علشان يكتشفوا مين اللي صاحب السفينة. وأول ما بيوصلوا بيدخلوا في القتال مع قادة السفينة، واللي بيطلعوا تابعين للشرير سينسترو اللي كان واحد من غيرين لانتري واتمرد عليهم وهو اللي ورا كل اللي بيحصل. وبيظهر سينسترو وبيهاجم جون وبياخد منه الخاتم، وبيقدر انه يحبسهم في كهف وبيقفل عليهم بالطاقة الصفراء. هنا بيظهر هالو وبيطلع انه عايش، وسينسترو قبض عليه وحبسه عنده، وبيعرف منهم كل حاجة حصلت. وبيسألوا جون ازاي الخاتم وصله وهو لسه عايش، فبيحكي لهم انه كان مسؤول عن مراقبة جسر السلام، وانه كان بيتابع قوة زيتا وهي بتبني الجسر. لكن للأسف سينسترو استغل انه مشغول واتسلل وبوظ الكمبيوتر المسؤول عن التجربة، وطبعا خرجت الامور عن السيطرة وقوة زيتا انفجرت والشعاع طيروا الكوكب تاني. فرمى الخاتم علشان سينسترو ما يقدرش يوصل له، ومن يومها هو محبوس عند سينسترو. وبيتفقوا انهم لازم يرجعوا ويوقفوا الحرب اللي بين الكوكبين، وخصوصا ان سرداس طور قوة زيتا وعمل منها سلاح دمار شامل. وبيطلع ان سينسترو سامعهم وبيقول لهم انه هيروح يستولى على السلاح ده. هنا بيقول لهم هال انه كان بيحفر طول الوقت علشان يهرب، وفعلا بياخدهم ويطلعوا من الزنزانة. ولما بيقابلهم واحد من اتباع سينسترو بيقتلوا هال بدم بارد. في اللحظة دي بيقلق جرين ارو وبيقول انه اتغير، لكن بيرد وبيقول له انه قتله علشان يلحق ينقذ ملايين. وبيوصلوا للسفينة الفضائية وبيركبوها، فبيقول جون انهم محتاجين الخاتم علشان يساعدهم. هنا بيقول له هال انه يقدر ينادي عليه بعقله، وفعلا بيقدر يوصل لمكانه وبيطير الخاتم وبيروح له. وبيمشوا بالسفينة بسرعة وبيوصلوا لكوكب رانيان. وهنا بيتفاجئ زمايل آدم انه لسه عايش، لكن بيكون سينسترو وراهم وبيحاول يقتلهم. وبيكلم هال زمايله وبيقول لهم انه عايز يتواصل مع سرداس، فبيظهر له سرداس وبيسأله عن اللي حصل له. فبيقول له هل على كل حاجة، وبيطلب منه ينقله هو وزمايله بالأشعة علشان يتفاهم معاهم. وأول ما بيوصلوا عنده بيكون سينسترو وراهم وبيهاجموا بعض، وبيقدر سينسترو إنه ياخد الخاتم من جون، لكن جون بيسيطر عليه بأفكاره تاني، والمرة دي بيقتل سينسترو. لكن الغريب إنه بيقول إن رئيسه هيقتلهم، وبيدوا على كل فريق سينسترو وبيروحوا لهال اللي بيكون قدر إنه يقنع سرداس إنه يسلمه ويديله سلاح زيتا ويوقف الحرب. وده بعد ما عرفوا ان سينسترو هو اللي عمل كل ده. لكن للأسف أول ما بياخد السلاح بيقتل سرداس، وبيطلع هو رئيس سينسترو اللي قال لهم عليه. وبيوصل جون وبيهاجم هال وبيكون فاكر انه هيقدر عليه لوحده، لكن هال بيتحول فجأة لشكل غريب ومرعب، وبيقول لهم ان اتصاب بطفيل فضائي وسيطر عليه، وانه خلاه يفهم ان الشر هو اللي كويس، وعلشان كده دمر الكمبيوتر اللي مسؤول عن التجربة. وبعد كده راح على كوكب فريق الحماة وهو اللي قتلهم، فبيوجه الشعاع علشان يدمر الكوكبين. في اللحظة دي بيتعاون كل الفريق وبيهاجموا بعض، وبيضربوا جون بقوة، لكن بيسيبه مش بيرضى يقتله. هنا بيقوم هال مرة تانية وبيهاجمه، لكن جرين أرو بيخلص عليه. وفي النهاية بيتحكم آدم في قوة زيتا وبيضحي بنفسه علشان يبعدها عن الكواكب التانية. وبتوصل شايرة جون وجرين أرو بالسفينة الفضائية لكوكب الأرض، وبتشكرهم على مساعدتها وبتطلب منهم إنهم يتواصلوا معاها وبتمشي. وبكده يكون فيلمنا خلص. أشوفكم في فيلم جديد.